بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، متابعي قناة السلام الإعلامية المباركة، تحية طيبة مباركة لكم مني في إعداد وتقديم هذا البرنامج، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد تقبل منا الصيام والقيام جميعا. ها هو شهر الصوم والقرآن قد انقضى، وانتقلنا إلى هذا الشهر المبارك. أسأل الله أن يجمعنا دوما على خير. في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، في برنامج مع اللغة العربية، سنكرسها للحديث عن الوطن العزيز السودان، بلد الإسلام والعروبة. هذا الوطن الذي يستهدف ضمن مخطط للاستهداف، وأول ما يستهدف فيه هو دينه ولغته، وكذلك ثقافته ومستقبله. في هذا الإطار تأتي المؤامرة الدولية، وإن كان الذين يشعلون النيران هنا وهناك من أبناء ذلك الوطن، ولكنها مؤامرة كبرى أكبر من السودانيين أنفسهم. ولذلك نحن تضامنا مع الشعب السوداني المسلم العربي الإفريقي كذلك، وهم بأنفسهم قالوا إن السودان عربي الموقع إفريقي التطلع. ولذلك عندما يذكر السودان تذكر العروبة ويذكر الإسلام، وفي مقدمة كل شيء يذكر الإسلام. وقد ظل السودان قبلة لكثير من رواد اللغة العربية وطلابها ومحبيها، وكذلك العلوم الإسلامية التي نهل منها جمع غفير من القارة الإفريقية وحتى من بلاد العرب. السودان هو مستهدف في كل شيء، في موارده، في دينه، في ثقافته. وشئنا أو شاء الآخرون أم أبوا، سيظل السودان تلك القبلة الإسلامية العربية التي لا يمكن بغيرها أن يوصف السودان. وقد تعمدت في هذه الحلقة أن نحيي ذكر هذا الوطن، ونحيي كذلك واحد من أولئك الأشخاص الذين كلما ذكر السودان تذكر العروبة والإسلام. وربما أنا أكون أشرت في كثير من حلقاتي إلى واحد من أولئك العلماء والجهابذة والفقهاء وكذلك الحكماء والشعراء، الأستاذ فراج الطيب السراج رحمة الله عليه وأحسن مثواه، ولأبيه الطيب السراج ذلك الشيخ الذي كما وصفه الأستاذ حسين خوجلي شيخ الصحافة والثقافة، ذات يوم كتب يقول: إذا ما رأيت الطيب السراج فتكاد، يعني إذا ما رأيت صورته تكاد تسأله فتقول له: متى جلس مع أبي تمام؟ وأين احتسى القهوة مع البحتري؟ وكيف ودع أبا الطيب المتنبي في رحلته الأخيرة؟ كان يشبههم تماما شكلا ومضمونا، وكان من المنافحين لهذه اللغة العربية في ذلك الزمن، في فترة الاستعمار الإنجليزي للسودان العزيز. حتى يقال في كتاب رواد الفكر السوداني أن طيب السراج حرر مدينة عطبرة من الاستعمار الإنجليزي لمدة 3 أيام، حررها تحريرا كاملا، ولكن الاستعمار كان له السلاح وكان له أعوانه وكان له آلياته، فاستطاع أن يهزمه وتراجع.
تراجعت قوات الطيب السراج رحمة الله عليه. مما يذكر عن الطيب السراج كان عضوا في مجمع اللغة العربية بالقاهرة، وقد آه، تمت دعوته، حكى لنا ابنه فراج الطيب السراج رحمة الله عليه في صالونه العامر، صالون الأصالة، الذي كنت بفضل الله سبحانه وتعالى أحد رواده في الفترة الأخيرة قبل أن يعني تتبدل الأمور وتتبدل الأحوال. كانت سانحة طيبة أيام طلب الجامعي، أيام دراسة الجامعية في أم درمان من عام 86 وحتى عام 90. فقد حظيت ولله الحمد من قبل ومن بعد، أتيحت لنا الفرصة أن نحضر ذلك الصالون كل جمعة. وحكى الأستاذ فراج الطيب السراج وهو يتحدث عن والده كما ذكر في كتاب رواد الفكر السوداني أن الطيب السراج كان مجيدا حتى في شعر الأعاجم، وتحديدا اللغة الإنجليزية، حيث كان عاملا في البريد ويقوم بالترجمات وما إلى ذلك. وكان مجيدا في الشعر العامي السوداني كذلك، ولكنه في اللغة العربية كان يعني شأوا لا يمكن أن تتخيلوا أن يكون بتلك القوة وتلك الرصانة من الشعر الفصيح والشعر القويم، وفي نفس الوقت هو متمسك بالإسلام والعروبة. فخرج من ذلك البيت فراج الطيب السراج. أما أبيه الطيب السراج فكان مدرسة متميزة، قل أن تجد له مثيل في ذلك الوقت. طبعا مأسوفا عليه الطيب السراج راح مغدورا عليه بمنزله، حيث اغتالته مجموعة. ولا يزال السؤال قائم: من قتل الطيب السراج؟ مات مقتولا، مطعونا مذبوحا يعني، مع الأسف الشديد. ولتلك الحادثة مأساتها. ولكن الطيب السراج في يوم من الأيام دعي إلى مؤتمر من مؤتمرات مجمع اللغة العربية بالقاهرة. فمما حكى ابنه فراج الطيب السراج، ذهب والده إلى القاهرة، وكان جدالا يعني قويا في مسألة من مسائل اللغة العربية. والرجل جاء كما لو أنه آت من البادية، رجل يلف عمامته على الطريقة البدوية ولابس جلبابه العادي وشاربه الكثيف وعيونه الجاحظتين، وتبدو عليه ملامح البادية تماما. دعي طبعا، والناس يعرفوه والناس لم يعرفوه، لكن الجهة التي دعته تعرفه جيدا. وانتظر حتى ما يسكت الجميع ليدلي بدلوه في مسألة لغوية كبيرة، إلى أن يقول فراج رحمة الله عليه: فلما ضاق به الصبر وخلاص يعني طفح به الكيل، فأخرج خلع حذاءه فضرب على المنضدة فقال لهم: أيها الحضور، أريد أن أتحدث. وضرب المنضدة بطريقة هستيرية إلى أن التفت المجموعة كلهم فقال لهم: كفوا عن هذا الهراء، ما هذا يعني كلام شوية قوي. فأخذ فطلب منه أن يعتلي المنصة. خرج إلى المنصة واعتلى المنصة وأفتى بمسألة لغوية
يعني طال الجدل حولها ولم يصلوا إلى شيء من ذلك، واستلم المجال كما يقال، واستمر في الحديث قرابة أكثر من ساعة فراج الطيب رحمة الله عليه، وحسم المسألة حسما لغويا مستشهدا بأشعار وقرآن. فلم يجد بد أولئك العلماء والجهابذة، مجمع اللغة العربية في القاهرة، فلم يجدوا بدا من أن يأتوا يعني متراصين صفا واحدا ويقبلوا جبهة ذلك العالم الجهبذ الشاعر النحرير الشاعر المفلق الطيب السراج رحمة الله عليه. قبلوه واحدا بعد الآخر، وطلب منه أن يكون عضوا في مجمع اللغة، وأصبح عضوا في مجمع اللغة. لكنه كما ذكر فراج وذكرت كثير من الكتب أنه لم يمكث بالقاهرة عضوا في مجمع اللغة العربية إلا 3 أو 4 أشهر فقط، ليس إلا، وقدم استقالته. وعندما سئل لماذا قدمت استقالتك، فقال يعني المجاملات والنفاق يعني لم أرى في ذلك المجمع ما ينبغي أن يكون عليه العلماء، والمجمع طبعا من كثير من الدول يعني. فقال لم تعجبني الحالة العامة التي سادت وتسود دولاب العمل في مجمع اللغة العربية، فرمى استقالته إلى المجمع وسط استغراب كبير من أولئك العلماء، وعاد إلى السودان. ومما يذكر عن الطيب السراج، نحن نقدم ملامح من ذلك الوطن العزيز السودان المستهدف في دينه وثقافته ولغته وتاريخه ومستقبله الحضاري. فعندما يسأل الطيب السراج من المارة في أم درمان وفي أبروف تحديدا، يسأله المارة من مسألة، يعني على سبيل المثال إذا سأله أحد المارة من شخصية ما أو من عنوان، بالذات إذا سئل شيخنا هل تعرف فلان، فالراج يقول له ماذا قلت؟ أولا لم يتحدث إلا بالفصحى، لا يمكن أن يتحدث إلا بالفصحى، وإذا قصد العامية فهو ذلك الشاعر الماهر، وعنده أشعار كثيرة من شعر بالعامية السودانية. فيقول له ماذا قلت؟ يقول له تعرف فلان يا شيخ؟ فعلى الفور يقول له أهو من الفقهاء؟ يقول له لا. أهو من العلماء؟ لا. على سبيل المثال أهو من الحكماء؟ لا. أهو من الشعراء؟ لا. يقول له شخصية ليس واحدا من أولئك. لماذا أعرف؟ كان رجلا صعب المراس وقوي الشخصية، لا يجامل أحدا أبدا. فيقول له شخصية لا هو من العلماء ولا الحكماء ولا الفقهاء ولا الشعراء، فيما أعرف؟ وكأنه كان يتمثل المرء على دين خليله، فليختر أحدكم أن يخالل في الحديث النبوي الشريف. ومما ذكره لنا أستاذنا فراج الطيب السراج رحمة الله عليه عن والده، قال إنه لما يستخدم السيارة الرباعية المتحركة كان طوال عمله في أم درمان، وحتى عندما كان في عطبرة دائما هو يعتلي صهوة جواد، ويسير على طرقات الخرطوم وأم درمان في ذلك العهد على صهوة جواده. أكثر من ذلك يقول أن زواج فراج وحديد وميسرة أعتقد كان في يوم واحد، لكن متأكد أنه فراج وحديد السراج الدكتور ربنا يديه الصحة والعافية شقيق فراج الطيب،
دكتور حديد الطيب، كان في يوم واحد فقال فراج إنه السيرة كما يقال أو موكب الزواج يعني كان كله بالأحصنة والجمال والبغال. حتى العريس فراج وأخوه الدكتور حديد السراج كانا على صهوة حصان، يعني ما في عربية ولا في شيء من ذلك، وقد لبسا الزي العربي الإسلامي، وفي يديهما سيفا وصوتا وعصاة، يعني منظر البادية والعروبة والإسلام يعني. فقال إن موكب العريسان كان على الدواب، يعني أحصنة وجمال وبغال وهكذا يعني. وكان الطيب السراج رحمة الله عليه لا يسير في الطريق حتى لو ماشي على قدميه، لا بد أن يكون معه الصوت والعصا، وأحيانا السيف أيضا على كتفه. هذا في عالم كان الناس يقلدون الفرنجة في الملابس على الطريقة التي نقلد بها يعني. فيسير في يده الصوت، فإذا ما رأى كاسية عارية ولا يعرفها، فاتحة راسه ولا يعني، أو ما لابس ذلك الزي، فبدون تردد وبدون أي يعطيها بالصوت على طول. يعني الأستاذ فراج الطيب السراج يعني يقول لها لابد أن تلبسي. وكان رجلا قويا شديد المراس. سئل محمود عباس العقاد، الشاعر الكاتب الفيلسوف المفكر، سئل عن الطيب السراج رحمة الله عليه، فقال إنه عالم وهو بحر، لكنه بحر متلاطم الأمواج. وتحدث عنه كذلك عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين حديثا طويلا. ومن هذا البيت خرج الطيب السراج، عفوا فراج الطيب، دارس العلوم الإسلامية كلها ودارس اللغة العربية، بل إنه لم يكن له أكثر من شهادة ثانوية، وكما سنقرأ سيرته وكان في معهد المعلمين. وسنقرأ سيرة الأستاذ فراج الطيب السراج. ولكنه تعهده والده بالعلوم وتخرج على يد والده. أنا تعمدت أن أتحدث عن المنزل والبيت الذي تخرج منها شاعرنا فراج الطيب السراج، والذي سأتحدث وسأقرأ لكم قصيدة واحدة من قصائده، من عيون قصائده التي كتبت في الفترة التي كنا فيها في الخرطوم من عام 86 وحتى عام 90. هذا الصالون الذي ورثه فراج الطيب عن أبيه الطيب السراج في مدينة أبروف على شاطئ النيل وبالقرب من مسجد أبروف العريق. فاستمر صالون الأصالة أسبوعيا مفتوحا كل جمعة، يرتاده كبار الشعراء وكبار العلماء ورجالات الفكر والسياسة والأدب. ساقتني قدماي والحظ السعيد أن أكون حاضرا وشاهد عيان من عام 86، ذلك العام الذي دخلت فيه الجامعة، إلى عام 1990 التخرج، ولم أغب جمعة واحدة حتى لو كان لدي امتحان اليوم التالي يعني. لأن
ما تحصلته أو ما تعلمته في صالون الأصالة، هكذا كان اسمه، أكثر مما تعلمته وأخذته من الجامعة، جامعة النورمان الإسلامية، حتى في مجال الإعلام نفسه. لأنه الأستاذ فراج الطيب السراج رحمة الله عليه، حديثه وعلمه الغزير وفقهه في الدين، أنا كنت بشوف يعني أرى فيه ذلك المعلم الإعلامي عندما يتحدث ويلقي قصائده، يلقيها بطريقة مختلفة، وهو عبارة عن يعني كاميرا متحركة، ويعبر عن كل معنى في معانيه أو يحاول أن يجسده. وهذه يعني لب الرسالة الإعلامية. لا بد أنت عندما تتحدث إلى جمهورك فلا بد أن تستخدم أكثر من وسيلة حتى ما تكون في دائرة مشتركة بين المرسل والمتلقي. ففي فراج أنا وجدت أشياء كثيرة غير هذه الملكات والمهارات الاتصالية. وجدت فيه أولا ذلك الرجل المسلم يعني معتد بإسلامه، والذي يفتخر بعروبته في نفس الوقت، والمثقف والمتفقه في دينه، ولا يجامل في الحق ولا يخاف لومة لائم. فوجدت فيه كذلك ذلك الرجل المسلم العربي الشهم الكريم، ذلك العالم الذي يبحث عن الحقيقة ويبحث في أمهات الكتب، وفي ذات الوقت هو ذلك الرجل السمح المتواضع جدا والقوي في نفس الوقت، يعني يعرف للحق مكانه، ولا يعني كان يؤمن أن للشعر قضية ورسالة، الأدب كرسالة بشكل عام. وكان فيما كان الأستاذ فراج الطيب السراج رحمة الله عليه رئيس كان يقود مدرسة اتحاد الأدباء وليس اتحاد الكتاب الذي كان يقوده بروفيسور عبد الله الطيب في الاتجاه الآخر. فراج الطيب السراج على الرغم من أنه كان رجلا يجيد أكثر من لغة وتحديدا اللغة الإنجليزية، لكنه كان رجلا عروبيا يعتز بعروبته وبإسلامه، ويعلم أن التغرب والفرنجة وما إلى ذلك والتمسح والتشابه بهم وما إلى ذلك هذا كان يعتبره شكل من أشكال الاستلاب وشكل من أشكال الذوبان الذي لا يرضاه الدين الإسلامي الحنيف. يتعامل نعم ولكن بتمسكه بهويته، فكان معتزا بعروبته معتزا بإسلامه، كما كان ذلك العالم الجهبذ العالم الذي يشرح القرآن الكريم ويبحث عن البلاغة في القرآن الكريم. فكان فراج فيما كان رجلا برضو يؤمه العلماء والشعراء والسياسيون كما قلت في ذلك الصالون. يعني أنا لو بديت أتحدث عن أولئك العلماء الذين كنا نلتقيهم أسبوعيا ربما يخرجنا عن مضمون هذه الحلقة، ولكن وجدت هناك العلماء والشعراء والحفاظ لكتاب الله، وكذلك السياسيون والمثقفون الإعلاميون، وكذلك العسكريون الكبار، وعلى رأسهم اللواء معاش المرحوم أبو قرون عبد الله أبو قرون ذلك العسكري يعني، وذلك والشاعر في نفس الوقت. وقد رثاه كل أولئك يعني بشعر قوي. توفي فراج الطيب السراج 1996، وكنت أدير العمل أنا هناك، أو كنت أعمل في وزارة الإعلام في أسمرة، فرحمة الله عليه رحل مبكرا فراج.
يعني تعدى فترة الشباب بسنوات، يعني سنرى متى توفي، متى يعني عمره كم، لكن أعتقد هو يعني تعدى الستينات بشوية يعني. فراح مبكرا فراج الطيب السراج رحمة الله عليه. أما الكرم الذي كان يحف به رواده، أنا لا أذيع سر ولا أبالغ إن قلت كان الناس يأتون عقب صلاة الجمعة مباشرة، وأحيانا كانوا يأتون قبل صلاة الجمعة. في بعض رواد الصالون كانوا يأتون قبل صلاة الجمعة، كما روى ذلك شيخ الصحافة والثقافة الأستاذ المثقف الشاعر حسين خوجلي. قال وحدين كان يجوا من الساعة 10، نحن كنا نأتي بعد صلاة الجمعة نصلي في المسجد اللي في الزاوية في أبروف، ثم ندلف إلى البيت، وتستمر العملية أيها المشاهد الكريم، وأنت تستمع إلى الثقافة وإلى القرآن وإلى الشعر وإلى السياسة وإلى الأدب وإلى الأخلاق وإلى قيم الدين والعروبة وما إلى ذلك. تستمر المسائل هذه النفحات إلى ما بعد صلاة العشاء. أنا شخصيا كنت أدخل من بعد صلاة الجمعة، يؤذن للعصر، نخرج نصلي ونرجع. تستمر المسائل والنقاش والقراءة. نحن استمعنا وقرأنا كتاب نهج البلاغة للإمام علي الخليفة أمير المؤمنين. أستاذ فراج مرات يقول يا إخواننا خلونا نقرأ من نهج البلاغة. كان يحب هذا الكتاب حبا جما، ويقرأه ويشرح، ويكاد لا يتعدى فيه أسطر ويأخذ فيه بالساعات. فنخرج للمغرب ثم للعصر ثم نعود، ثم نخرج للمغرب ونعود للعشاء. والله مرات برضو كنا نعود بعد العشاء، لكن أنا عشان كنت في الثورات فبعد العشاء أذهب إلى الداخلية في الحارة العاشرة. في هذا الصالون عزيز المشاهد وعزيزة المشاهدة، هذا الصالون الأدبي الكبير، طبعا أم درمان كان فيها كثير من صالونات الثقافة والأدب والإسلام. كان للشيخ عبد الله الشيخ البشير صالون، وللبروف صالون، ولأسرة الطيبة السراج هذا الصالون. أما الكرم الحاتمي كما هو معروف، يعني قرابة من 20 إلى 35 واحد يكون كل جمعة، وتتناول وجبة من الغداء ما لذ وطاب من الحلو وغيره، وتشرب ما شاء لك من الشواهي والبن، يعني كرم فياض. يعني عند السودان طبعا هذا الكرم ليس مستغرب، فما بالك بشاعر يعتز بعروبته ويعتز بإسلامه ويعرف أنه والكرم عربي إسلامي يعني. لذلك وكل يأتي وما في تحية الطاعة والولاء وما إلى ذلك، تدخل إلى الصالون فقط السلام عليكم. حتى ما كان يحب واحد ممكن يجي ويقعد. صالون طبعا صالون كبير يأخذ هذا العدد الذي ذكرته. والطريقة التي كان يأتي بها فراج، أحيانا إذا أنت جيت متأخر تجد الأستاذ فراج جالس في محل معين، كرسي عادي جدا، صالون طبعا ممتد الصالون على أطراف الصالة، وكل يأتي فقط يسلم أحيانا بلا تشويش، يقول يا جماعة إذا دخلت والناس يتكلموا طوال اقعد محلك يعني. وبعدين هذا الصالون برضو فيه الطرف وفيه الملوحة، لكن ذلك يعني جلسة العلماء، أنت تخرج بكم هائل من المعرفة، بكم هائل من الثقافة، بكم هائل من يعني من أيام العرب، وبكم هائل من الإسلام. أنا أذكر ذات يوم أستاذ فراج وكان له درس في المسجد، أحيانا
يجلس من المغرب إلى العشاء في المسجد. في مرة من المرات بدأ يشرح في سورة الفاتحة، فاتحة الكتاب، والله أخذ فيها قريب الشهرين يشرح: الحمد لله رب العالمين. ما معنى الحمد والشكر والمجد والثناء والتجلة وما إلى ذلك؟ ولماذا قال الله الحمد لله ولم يقل الشكر لله؟ ولماذا قال الحمد لله وليس لله الحمد؟ يعني فيها بلاغة، شرح عميق جدا. وإذا دخلت على اليوتيوب عزيزي المشاهد يمكن أن تجد كثير من المحاضرات التي كان يلقيها في الخارج موجودة على اليوتيوب. كان فراج الطيب ضمن مجموعة من شعراء السودان العظماء، كان سفيرا للشعر العربي الإسلامي الملتزم في العراق، في المملكة العربية السعودية، في اليمن، في مصر. كان يحب مصر حبا كبيرا، وكان يقول: حب مصر جزء من الإيمان. وأنا أقتنع بهذا الكلام. لا يكره مصر إلا من في قلبه ضعف من الإيمان، لأنه مكانة مصر في الإسلام والعروبة كبيرة. كان يشارك في كثير من المنابر العربية، وكان معروفا بموقفه العروبي الإسلامي. كان لا يؤمن مطلقا بقصيدة النثر ولا المدارس الشعرية الجديدة، بل يعني شن عليها حربا شعواء. وكانت له صولات وجولات في المربد بالعراق، صولات ومعارك أدبية سنوية. كل عام كان يأتي ويذهب بقضية من القضايا، ويواجه أولئك الحداثيين والذين والمتفرنجين والذين يعني أعمتهم هوى حب الغرب والذوبان والانسلاخ من ثقافة العربي المسلم. كان يشن عليهم حربا شعواء، وسنرى في ذلك في واحدة من قصائده. حظينا أن نستمع إلى كثير من القصائد. على الأقل أنا استمعت إلى قصيدتين: رؤيا عربية على ضفاف الرافدين قبل أن يقرأها في المربد، وكذلك استمعت مع أولئك الذين كانوا يحضرون دار السلام تحية وقضية، ألقاها في المربد أيام العراق، أيام شموخ العراق في فترة صدام حسين عليه الرحمة. ولذلك يعني ذلك الصالون كان فيه الكثير من الأشياء المفيدة بالنسبة لنا، ونحن نتلمس طريقنا في الشعر وطريقنا في الأدب والثقافة. ومن يعتاد ويرتاد صالون فراج الطيب ما أظن يعني كان يعني أنا غاية حبنا لفراج رحمة الله عليه يعني حجبنا عن أن نذهب إلى صالون البروفيسور عبد الله طيب السراج، عبد الله طيب رحمة الله عليه. فلذلك الصالون كان طبعا فكره ورواده هذا الكتاب، والود بين العالمين ما كان كبير. ولذلك أنت إذا اقتنعت بفكر ورسالة ومدرسة فراج الطيب في الغالب البروف ما تعطيه اهتمام. وحقيقة أنا لم أذهب إلى ذلك الصالون، بل كنت يعني معجب ومولع، وفي نفس الوقت برضو يعني نحن خريجي تلك المدرسة. وأنا والله أحمد الله يعني الحمد لله ما مشيت مكان آخر، الحمد لله له الحمد والشكر إنه مشيت مدرمان. ولو لم أكن في جامعة مدرمان إسلامية ربما لما اهتديت إلى صالون فراج يعني. وحبي للإعلام هو الذي أدخلني جامعة مدرمان إسلامية، وكانت فرصة طيبة والحمد لله أولا وأخيرا. حتى في ذات يوم أنا كتبت، كان عندنا جريدة حائطية اسمها الفجر. ففي الفجر أنا كتبت مقال عنوانه كان
فراج الطيب في ثوب أبي الطيب. أنا كنت بعمل مقارنة بين أبي الطيب المتنبي وفراج الطيب، كنت بشوف فيهم تكاد تكون مدرسة وحدي، ومع الاختلاف في أشياء كثيرة. وفراج الطيب كان يعني أستاذه في الشعر أبو الطيب المتنبي، وحتى كان أحيانا يقرأ من شعر المتنبي ويستشهد به كثيرا، وفي أشعاره كثير من الاقتباسات موجود، ويضعها بين هلالين كما هو معروف. فصالون فراج الطيب أو صالون الأصالة الذي عرفت فيه كثير من العلماء، علماء اللغة العربية تحديدا، يعني كانت سانحة طيبة والحمد لله. وبعد ذلك أنا ذهبت إلى أسمرة سنة 91، فكان بعد ذلك الخروج التقيت بأستاذي وشيخي فراج الطيب السراج في أسمرة سنة 93، حيث جاء مع الوفد الرئاسي برئاسة الرئيس الأسبق عمر حسن أحمد البشير. وكنت مكلفا ساعتئذ أن أكتب تقريرا عن الإعلان الرسمي 93 لاستقلال إريتريا بعد إجراء الاستفتاء. فجاء فراج مع الموكب الرئاسي البشير والمجموعة، وعندما شاهدت الوفد الرئاسي وفراج الطيب بقامته وشخصيته وأناقته، فوالله لم أرى غير فراج، لأنه أستاذي وأنا كنت معه 4 سنوات. فركزت عليه وقلت يقعد فين. طبعا هو جلس في المنصة الرئيسية، حيث منصة كبار الزوار. والله حقيقة لم يعني كان بإمكاني أن أذهب إلى البشير وملس ومجموعة الرؤساء الذين شاركوا، ولكنني توجهت مباشرة عرفانا وتقديرا للأستاذ فراج الطيب السراج، فمددت له ميكروفون الإذاعة لإجراء مقابلة وتصريح، تصريح يعني زائر وفد كبير. فاندهش الأستاذ فراج فقلت له: أستاذنا وقائدنا وشاعرنا الهمام الأستاذ فراج الطيب السراج، أهلا بكم في أسمرة. فقال لي: يا ابني وقف، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ هو افتقدنا هناك طبعا في صالون الأصالة، ما أنا بعد 91 يعني دخلت أسمرة، هو 93 جاء أعتقد قال لي: ما الذي جاء بك إلى هنا؟ قلت له: والله نحن هنا وهناك، بهذه العبارة. قلت له: أنا هنا وهناك أستاذ فراج، أنا أنتمي لهذا الشعب وأنتمي لذلك الشعب. وهز رأسه قال لي: افتقدناك. كان يرتاح لنا كثير فراج رحمة الله عليه. فقال لي: الآن افتح المايك. والله تحدث حديثا عربيا فصيحا يهنئ الشعب الإريتري باستقلاله وحريته. ومما أذكر قال: إن استقلالكم استقلالنا، وإن حريتكم حريتنا، وإن كرامتكم من كرامتنا، وأتمنى لإريتريا كل سؤدد وتقدم. وشكرا. ختم بهذا ودخلت التقرير الصوتي وعمل أمسية مشهودة. كان من المفترض أن أكون حضورا، ولكن بعد تلك الأمسية إعلان الاستقلال من ساحة الفاتح من سبتمبر، فكلفت إلى زيارة مدينة أخرى لتغطية إعلان الاستفتاء وانطباعات الشعب، فلم أحظى بالندوة التي كان من المفترض أن أكون في مقدمة من يحضر تلك الأمسية، لأنه هو أستاذنا فراج، يعني نحن خريجي ذلك الصالون يعني، فكان قمين بنا أن نكون أول الحاضرين. فلم أحضر تلك الأمسية، كما لم أحضر الأمسية أيضا الفنية التي أقامها الشاعر والمفكر والمثقف والفنان وكذلك العالم عبد الكريم الكابلي رحمة الله عليه، وحيث قدم عملا
فنيا رائعا فوق هاتيك العوالي. يعني القصيدة إريتريا للعلا، من ربى السودان جئنا إريتريا بالنشيد، نحمل الفرحة والآمال بالعهد الجديد. غناها يعني، قدمها يعني، وكان يعني آه بيقول فغنوا فغنوا إن هذا اليوم عيد. برضو لم نحضر تلك الأمسية لأنه برضو كنا خارج العاصمة أسمرة. فلفراج طبعا ذكريات، ولذلك الصالون. عندما خرجت من إريتريا 2008 كان لابد أن أزور ذلك الصالون وفاء وعرفانا الأستاذ فراج، وأترحم وأقرأ الفاتحة على روحه الطاهرة رحمة الله عليه. فدخلت ذلك الحوش وذلك المنزل الذي تعلمنا فيه وتأدبنا فيه وتفقهنا فيه وأكلنا وشربنا وتفتقت فيه شاعريتنا. فكان لابد أن آتي إلى ذلك البيت. فدخلت البيت ووجدته غير ذلك البيت. تذكرت قول المتنبي: تتخلف الآثار عن أصحابها حينا ويدركها الفناء فتتبع. طبعا البيت موجود حتى اليوم، لكن تغيرت فيه المعالم. الصالون الذي كنا نجلس فيه حدادي مدادي كما يقال، وجدته قد انحصر، جزء منه بقى غرفة وجزء منه فتغيرت فيه الأشياء. فوجدت ابنه عز الدين، له التحية والسلام من هنا. كان صغيرا عندئذ، 86 87 88 90 99 و88 90. وجدته قد كبر بقى هناك. فقلت له: أنت الطيب؟ قال لي: أنا عز الدين. فقلت له: أتذكر أنت كنت لسه في عمر 12 13. أستاذ فراج كان يندى عليه يقول لك: يا عز الدين جيب الشاي وجيب هكذا. فضحك، وطبعا لقيته رجل أشنب وكده وما إلى ذلك. فقلت له: أنا من هذا الصالون تعلمت الكثير، وجيت أعزيك على وفاة أستاذنا، وأنا كنت في إريتريا. قلت له وأديت التاريخ كله. وكانت بحوزتي مرثية كتبتها على روح أستاذ فراج الطيب، اسمها طوق وشوق. يوم من الأيام إن شاء الله أجي أقرأها لكم. فقلت له: هذه هدية مني، أنا كتبتها على روح أستاذ فراج الطيب. فشكرني عز الدين مشكورا، وقال لي: لقد تنكر للوالد كثير من الناس الذين كانوا يأتون إلى هنا، وسرد لي كثير من الأخبار غير السارة، فقليلون جدا الذين يأتون ويعرفون ذلك الفضل. قلت له: والله أنا لو لم أكن خارج البلد، خارج السودان، لكنت أول الحاضرين وما إلى ذلك. وحكى لي كيف تنكر الإعلام، كيف تجاهل الإعلام، وكيف تنكرت حكومة الإنقاذ لرجل يعني كان شاعرها. عندما انحرف الطريق هو برضو أعلن موقفه، فتجاهلته الحكومة وتجاهلوا الإعلام، ولم يعد السامري كما كان يعني، وهو الذي نافح ودافع عن الإنقاذ، لأنه كان مشروعا يحلم به. كان مشروع يعني في ذلك العهد عزيز المشاهد. وسفينة البلد في السودان ساعتها كما هي عليه الآن اليوم، الحركة الشعبية تهدد أن تدخل الخرطوم أي لحظة. فالرجل في رؤية عربية، في رؤيته العربية، هو قال على ضفاف الرافدين للعراق، لكنه كان يحلم أن يأتي منقذ لهذه الأمة، ابتداء من السودان إلى بلاد الرافدين. منقذ رجل يعتز بعروبته وبإسلامه. فهذا الحلم الذي سأقرأ جزءا منه إن شاء الله في هذه الحلقة، يعني هو تمنى أن يأتي عمر. وهذه والله أقول بصدق وشهادة للتاريخ، قبل أن تأتي ثورة الإنقاذ هذه القصيدة قرأت سنة 1980 87، والإنقاذ جاء 89. قبل سنة وشيء هو حلم وتنبأ أن يأتي عمر وينقذ هذه الأمة.
وحلموا. جاء عمر البشير وجاءت ثورة الإنقاذ، هكذا سميت. فالرجل وجد حلمه بالتفصيل مفصل على هذه، ورفعوا طبعا شعار الإسلام وشعار العروبة، فركب هذه الموجة ونافح ودافع. حتى أنا أذكر قصيدة كتبها وألقاها في قاعة الصداقة بالخرطوم أثناء زيارة معمر القذافي رحمة الله عليه للخرطوم. كانت عبارة عن وحدة بين السودان وليبيا، وهكذا ما ينبغي أن يكون. فقال القصيدة تبدأ: أنا ما حضرت في قاعة الصداقة، لكن وأنا أستمع حفظت البيت الأول: كانت أماني شعب جد في الطلب، تلفها عنه أطياف من الحجب، صارت حقيقة عين لم تعد حلما. إلى آخر أن قال: وأن ذا عمر الإنقاذ عانقه معمر الفعل لا الأقوال والخطب. وأن ذا عمر الإنقاذ عانقه معمر الفعل لا الأقوال والخطب. القصيدة بائية طويلة، يعني من السماع كده حفظت هذه الأبيات. فدافع عن ثورة الإنقاذ لأنه قال دي ثورتي خلاص، وهذا حلمي قد تحقق. وطبعا في الوقت ده يعني تقلد وأصبح عضو في البرلمان، وقاد عدد من المنابر الرسمية لثورة الإنقاذ، إلى أن عندما رأى أن الحلم ما هو الحلم الذي حلم به، وبدأت ثورة الإنقاذ والفكر والمشروع الحضاري ينجرف وينحرف، فأعلن موقفه. فتنكرت له الحكومة ولم تعمل حتى على علاجه، يعني كما حكى لي عز الدين، فراح مأسوفا عليه. طبعا لكل أجل كتاب. فذلك هو فراج الطيب السراج. سأقرأ عليكم أبيات من الملحمة الرائية التي كتبها أستاذنا فراج الطيب السراج عام 1987 وألقاها في المربد في العراق. في حدود 10 دقائق إن شاء الله أقرأ عليكم جانبا من ذلك. يقول في قصيدتي: حتام نسري، حتام نسري، وهذا الليل معتكر، ولا دليل ولا شمس ولا قمر، وبين تيه الأسى تخدي ركائبنا، يؤودها الأين والتسيار والضمر، ظمأ المرائر تعشو الوهم منتهلا، تلوح فيه الصوى مرا وتندثر. حتام حتام، لا صوت يجيب ولا مرعى يطيب، ولا تجلو الهدى الفكر، وصحت لما اسبطر الدرب وانطمست فيه المرائي، فلا ورد ولا صدر، راجعات لنا مجتاحت الغير، هذه البهارج والأنصاب والصور. وحينما لج بالتسآل وازدحمت، وحينما لج بالتسآل وازدحمت في خاطري من سمادير الرؤى زمر، رأيت في ليلة مقرورة حلما جم الخيالات فيه الفكر منبهر. رأيت في ليلة مقرورة حلما جم الخيالات فيه الفكر منبهر، خيلا تجفل شقرا ذات أجنحة بيض يوامضها التحجيل والغرر، خلت الزبرجد يجري في حوافرها، وفي نواظرها الياقوت ينتشر. أعرافها عسجديات لها هدب يسيل من خمله الديباج والحبر، صهيلها في المدى لحن ترجعه الأوداء والأكم والأشجار والمدر، يثبن في الهضب تارات وآونة في السحب موطئهن
أنجم الزهر، وثم وشح وأقواس مقزحة تغيم من دونها الرؤيا وتنحسر. طفوت في بحره اللجي تحملني، طفوت في بحره اللجي تحملني، أمواجه الزرق يعلو بي وينحدر موائرا، يتشظى فوقها زبد معرورف مده الصخاب محتذر، لغامه كنديف المزن دفعه جدف الرياح فمنضوض ومنتشر. يسجو ويهدر ما تفتى غواربه، غضبا تخلج من أثباجها غدر، وشدني في تهاويل الرؤى أفق، فيه المنى كوجوه الروض تزدهر. ملونات حواشيها تفتح لي، أبوابها أذرعا يزهو به الحبر، وهمت بين ركام من زبارجها توقا، وأجفل مني السمع والبصر. ولفني ظل ألفاف موشجة من الحدائق يعلو فوقها الثمر، وللعناديل تغريد وهفهفة تميس من طرب من تحتها الشجر. وللأيائل تعداد وهجهجة، وللمسايل هينوم ومنفجر، وفي تعاجيب ذاك الحلم طافية طفو النجوم تراءى ثم تستتر، رأيتني مرهق الأعصاب تذهب بي شتى مذاهب فيها الأمن والذعر. فآنة أتملى من بلهنية يزف فردوسها الزاهي شذا عطر، وآنة أتصلى لفح هاجرة حصباؤها كلهيب النار تستعر، ولج بالحلم في ديمومة قذف سيان فيها خطار المرء والحذر. وبينما أنا في رؤياي تهصرني أرواحها الهوج مأخوذا فأنصهر، سمعت صائحة البشرى مثوبة تقول أبشر أتاك النصر والظفر. هذا هو المنقذ المأمول تنبته أرض العروبة للإسلام ينتصر. هذا هو المنقذ المأمول تنبته أرض العروبة للإسلام ينتصر. قد جاء من كنف الرحمن مبتعثا لأمة قد براها الضر والضرر، هتفت في الحلم أهلا أنت منيتنا، كم قد دعوناك والأهواء تشتجر. أنت الرؤى الخضر نحبوها مآقينا مهرا، ويرخص من جرائها العمر، في بردتيك لمحنا طيف معتصم غضبان تتبعه الرايات، والقطر يجيب صوتا زبطريا هراق له كأس الكرى، فعمود الشرك منقعر، يعيد للعرب للإسلام عزته سيفا تخر له التيجان والقصر. يعيد للعرب للإسلام عزته سيفا تخر له التيجان والقصر، وقد تحدت نذير الشهب همته، فلا الأهاويل تثنيها ولا النذر. كم قد رجوناك كي تحدو قوافلنا إلى الخلاص، فهذا الشعب منتظر يرنو إليك بظهر الغيب مرتقبا، ضياء صبحك من علياء تنحدر. ها أنت ذا جئت تحيي أمة عصفت، ها أنت ذا جئت تحيي أمة عصفت بها المطامع والأضغان والعصر، أودى بنوها بماضيها وحاضرها، فما لها في غد عين ولا خبر. أما استكانوا لغازيها أما نبذوا، أما استكانوا لغازيها أما نبذوا، أصول ميراثها الباقي أما كفروا، أما تمسح بالأعجام بعضهم، يبقي العلا في حضيض تربه قذر، أما سمعنا هنا بالأمس وحربا صوتا أنيثا غثيثا
كله خور صوتا تبرج قدام الملا سدرا، فلا احتشام ولا دين ولا خفر، غيان يسخر من خبز السماء ومن عدل السماء، ومنه القوم قد سخروا. لما رأوا فتنة الشيطان تطلقه، بوقا بأصدائه الشيطان مستتر، وللشياطين أبواق كما لبني حواء، تملأها خبلا فتنفجر، يحكي عن السل يفري العظم يا عجبا، أمثاله سبب السل الذي ذكروا. ويسأل الخبز للجوعى وفي يده خزائن منه حارت دونها الفكر، وكيف يشعر غر ناعم ترف بمحنة في لظاها الغبش تنصهر، أم كيف يشعر من يمشي النعيم به فوق السحاب، فيرأى الناس قد صغروا. والغبش تمشي على الرمضاء دامية الأقدام، تلسعها الأشواك والحرر، دثاره من رقيق الخز لحمته، والشعب عريانا يشوي جلده القرر، ويح الشعوب أن يبكيها الأولى نهبوا أقواتها، فنموا بالنهب وازدهروا. ويا عجائب هذا العصر، كيف نجا من العدالة لص فاتك خطر، أسارق القرش مجزي بفعلته، وسارق العرش لا تدري به البشر. يهجن الوزن والإعراب حين سمت ذراهما، وثناه العجز والقصر. هل ينحني الطود إن أعيت قوى قزم، وهل يعاني المعالي المتخب البطر، ولج يهزأ بالفصحى وبالأدب الجذر الأصيل، فما يلويه مزدجر يدعو جهولا إلى تلك الحداثة أو تلك الغثاثة، وهي الزيف والزور. وأعجبته فقاقيع الأكف، وقد عجت تدق طبولا ما لها خطر، فهاج والصلف المغرور ينفخه كيرا، فيزبد في أشداقه الهذر. هذه بعض أبيات من هذه الملحمة، رؤيا عربية على ضفاف الرافدين لأستاذنا وشاعرنا فراج الطيب السراج. سأتوقف هنا عزيزي المشاهد، ونعود نتحدث عن فراج الطيب السراج، العالم النحرير الفقيه المفسر للقرآن، اللغوي، كذلك المثقف والمكتنز عزة بإسلامه وعروبته، وهو مشهد من مشاهد السودان. هذا هو السودان الذي تستهدفه كل هذه المؤامرات، تستهدف إسلامه ولغته وثقافته وعروبته. نتوقف هنا عزيزي المشاهد، سنأتيكم في الحلقة المقبلة أن نكمل ما بدأناه من حديث. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. كنتم مع حلقة في برنامج مع اللغة العربية، من إعداد وتقديم محدثكم أحمد شريف. تحياتي وزملاء الإخراج الفني في قناة سلام الإعلامية المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.